إزاي نعالج الهالات السوداء سواء كانت هالات عادية أو هالات وراثية، وفي نفس الوقت نعمل شد لمنطقة محيط العين سواء كان الجفن أو منطقة تحت العين. هقول لك على نوعين كريم من الأغلى للأقل في السعر، الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده كويس جدا، وكمان بنستخدمهم ضمن برنامج العلاج للهالات الوراثية، لأن هي بيبقى ليها علاج مختلف عن إنك تستخدمي كريم بس. أول حاجة لازم نتأكد منها إن أنتِ ما عندكيش أنيميا، أو لو عندِك أنيميا بنعالجها وإحنا بنستخدم الكريمات دي عشان تبقى effective معاكِ، عشان ما تبقيش بتستخدمي الكريم وأنتِ عندِك مشكلة مزوّدة معاكِ موضوع الهالات. بالنسبة للهالات العادية عندنا أول كريم اسمه الACMI Contour، وده جواه مادة اسمها الأسكاربيك جلوكسايد. المادة دي مثبطة لإنتاج صبغة الميلانين اللي بتعمل لي اللون الأسود ده. مجموعة من البيبتايدز، ودي أحماض أمينية مهمة جدًا علشان خاطر تعالج معايا الهالات وتعمل لي شد لمنطقة محيط العين، وفي كمان هيالورونيك أسيد وهيسبرتاين. كل الحاجات دي بتشتغل على الأنتي ايجينج وبتساعد معايا على تفتيح الهالات. تاني كريم معايا وهو الدرماكتيف اي كونتور، والانجريدينتس الموجوده فيه نياسيناميد وكافيين والفا اكبيوتين وهيدرولايزد كولاجين وهيدرولايزد هيالورونيك اسيد، غير انجريدينتس كتيره جدا موجوده جواه، بيشتغل على علاج الهالات الموجوده تحت العين وكمان شد منطقه محيط العين. فدول بالنسبه للهالات العاديه ممتازين جدا لو هتستخدميهم، وتستخدمي معاهم علاج الانيميا لو عندك انيميا. طب بالنسبه للهالات الوراثيه ما بينفعش معاها منتج لوحده، لازم بيبقى معاها سيشنز تانية بندخل فيها الميزوثيرابي علشان خاطر يبقى افكتيف جدا معاكي ويجيب نتيجة، لكن منتج لوحده ما بيعالجش هالات وراثية عشان ما تبقيش بترمي فلوسك على الأرض.